جاع الأسد فنادى خادمه الثعلب: هات لنا طعاما وإلا أكلتك. فرد مستنكرا: تأكلني والحمار موجود؟ طار الثعلب إلى الحمار وقال له: هذه فرصتك. يريد الأسد التنحي عن الزعامة ويبحث عن خليفة له، وما بتلبق لغيرك يا حمار. صدقه ومشى معه، وما إن وصل إلى العرين حتى انقض عليه الأسد بضربة قطعت أذنه ففر هاربا. غضب الأسد فعاد الثعلب إلى الحمار وقال له: شو أنت ما بتفهم؟ لقد باشر الأسد بإزالة أذنيك الواقفتين مثل عواميد الكهرباء حتى يستقر التاج على رأسك. خجل الحمار من فعلته وعاد إلى الأسد الطيب مع الثعلب ابن الأصول، وقدم اعتذاره للملك الذي عانقه وضربه حتى قطع ذيله ففر مجددا ليزمجر الأسد بالثعلب: لحمك أو لحم هذا الحمار. رجع الثعلب إلى صديقه وقال له: هذه مشكلتكم معشر الحمير، لا تنظرون إلى ما وراء الأحداث. كيف كنت ستجلس على عرش الغابة بذلك الذيل المعيب؟ فقال الحمار: تعرف أنه هيدي ما فكرت فيها؟ تفضل إذن، فالأسد متلهف للقائك. وفي العرين ركع الحمار عند أقدام الأسد معتذرا مقدما رقبته وجبة ساخنة وهو ينهق: أين أضع التاج؟ فذبحه الأسد وأكله ليكون عبرة لكل الحمير التي ما تزال تصدق الثعالب.